شو يسوون؟ اشتراك بالقناة. اي وبعد شو يحطون؟ يس. مو يس، هذا شو اسمه؟ اوكي. بعدين صابين طب ضفيري. يلا اشتركوا بالقناة اشتراك بالقناة وحطوا لايك. عافية. مطرت قول مطرت واشتهيت اتبلل وياك. يلا. مساء الخير ومساء العافية ومساء الجمال. طبعا كومة شغل، من كثر ما شغل كومة طقيت لي بشعر وانا ما ادري بنفسي من مطرت، وجيت ببالي هذا الشعر مطرت واشتهيت اتبلل وياك. والله اجيت للفيديو يلا سمعتها، الله شاهد، يعني اجيت للفيديو تفاجأت. هيا ايش حاكية؟ طبعا انا من اشتغل اسولف ويا الجهال، ومثلا اغني، اقرا مواليد، لطميات، اقرا شعار، على راحتي. والله فعجبوني ذني مقدمتين وحطيتهم. والله هسه اجيت شنو قبل لا نبدأ بالفيديو. اليوم الفيديو كلش طويل، يعني اذا عندي الشغل وناوية تشوفي لا تشوفي، روحي كملي شغلك بعدين شوفي على راحتك، حضري ليك عيني نمنميات وحطي الفيديو وباوعي، لان بيه هواي سوالف حلوة، لان الفيديو اليوم كلش طويل، تقريبا 20 دقيقة. شنو كلش تعبت بيه، واريد من عندكم شنو هسه على قد التعب حطونا لايك وتعليق حلو مثلكم، واذا اول مره تشوفون القناه يلا اشتركي بيها. هسه سويت قلت لكم زوجي راح المزرعه السعيده وجاب لنا هواي مسواق كله خضار كله، فهذا سبيناغ او شبزي او سبانغ، فجاب لي كم باقه كم ضبه، بحيث يعني هو مو اشتراهن واحد طاية، بحيث من يحوش الضبه اعداد ضبتين فيسويها بضبه واحده، فكلش هو صار 3 طبخات. يعني انا من اطبخ 3 مرات، فالمره قلت ما منها خل اقوم اسويه ليروح يخرب حرامات. والله اني اللي اضوج من عنده شنو احب اثرم، اموت على الثرم، بس اضوج من عنده هنا سمعت كلامكم. ذاك الفيديو سويت ثرمته يلا غسلته، هذا الفيديو سويت نظفته طلعت بس الزين والباقي كله ذبيته، متروس خباز ومتروس شو يسموه هذا الحشيش، وطلعت من عنده بس السبانخ، والباقي كله غسلته ونقعته، وعلى مود شنو ينزل كل التراب واثرمه، لان بعد الثرم قالوا تروح المدة مالته نور الخضار وهذا الفوائد كلها توقع بالماي، فاني ما كذبت خبر قلت يلا. اجيت هنا ما ظل شي، هذا اخر باقي. والله هنا طولت يا بنات تقريب ربع ساعة اني واقفة، بس كله يعني سرعت على مودكم، يعني ما متملون، واحلى شي فرحت بيه يا ربي يعني اثرم واشتم بيه، اللي هو الشبنت، يجنن اموت على ريحته، بس بالاكل ما احبه. يعني شلون اكو ناس تحط له الدولمة شبنت، لا ما احبه. تمن باقي له يحطوا له شبنت، يعني لا بأس اكله، بس بناتي عطره يجنن. هاي من ثرمته البطن مالته قام يفوح الريحة كلش طيب. والله هنا صار هم عندي 3 طبخات. انا سويت هم نظفته، كانوا بيه خباز اكثر شي، شوفوا هذا كله لميته وطيته للدجاج. والله الدجاجات كيفن هسه راح اروح شو اسوي. هنا أنا نقعته بمي بارد، لازم مي بارد على مود اذا مي حار راح تذبل عندك الورقة وراح تنسلق، اذا هي بعدنا ما ثارمي تنسلق، فمي بارد ونقعته وعفته، وبعدين وشلته كله. فهنا احنا مكملين تونا عشاء، وحتى الماعينات ما غسلتهن، قلت خل اثرم واجيسه واضمه واقوم اشتغل وانام على راحتي، باكر اقعد اسوي اطبخ وجبة سبيناغ، وعندي لبلبي، وهواي ناس قالوا نور احنا نحط لوبيا حمرا. والله يا بنات انا احب اللبلبي وياها، كلش نحب الحمص. وهنا أنا طلعت لي سلة وشلتها وديش بادية وذاك الشبنت، وعادي هنا أنا ثرمت شوية ورحت باوعت مسلسل، يعني حالقت لي مسلسلات سورية مثل باب الحارة هيك يعني حكاياتهم، وأثرم، والله واخذ لي دقيقة أصور لكم. أموت على ثرم السبانخ، أكثر شي أحب أثرم شنو ذن الخضروات، يعني مو أشياء مثل بوتيتو وطماطة وبصل، لا أحب هيك أثرم ذني. والله فعندي بنات طن شغل وطن في تفريزات، ووراها عندي شلم وشوندار ذن السواليف،
لازم ذني كلهن اسويهن. بس هذا الفيديو تم تصويره خلال يومين انا اصور. يلا دمجته لكم تشوفون التعب، تقدرون تعبنا. والله يا بنات التصوير كلش تعب، لا تقولين ام القناة ما تتعب، لا ام القناة كلش تتعب خاصة بالتصوير. واني اصلا ما عندي ستاند. هسه يقولون اوه والله ثبرتينا، من فتحت القناة لحد الان انا اصيح ما عندي ستاند، من تتبرع لي تجيب ستاند. والله يا بنات مو يعني قصة ما اقدر اشتري، بس انا ما طالعة ابد. يعني اتمنى واحد، بس ما اريد ادز احد ما يجيب على ذوقه وما يجيب على يعني اللي اريده، لان ياما ستاندات قنوات القديمات فعرفت الزين من المو زين فيعذبني. اريد واحد نقال يعني انقل، يعني وين ما اروح هو وياي حلو، بحيث من اطلع اخذه وياي هيجي. فان شاء الله بس اطلع اجيب. وهنا عيني متربعات لكم وقاعدة اسوي. وهنا أنا اصلا انا ما عندي شي والاطفال مكملين دروسهم، فقعدت ثرمتين. والله كان الهم على قلبي. ليش انا مرات والله اشيل هم، يعني من اريد اصور اريد وحده يمي بس تصور لي وانا اشتغل، اتعاجز كلش اتعاجز يعني من اريد اسوي شغله. وهنا أنا الشبن تشوفوه شلون يجنن. هسه عندي ثرمت هاي البادية الاولى، راح ابدا بالبادية الثانية. البادية الثانية لا اكثر من البادية الاولى. فشوفوا بنات بس هذا ثرمته والله حلو يونس الثرم، انا احب الثرم. هسه هذا لازم كله اثرمه، والشبنت على صفحة هم اثرمه واجهسه. هنا شوفوا بنات كله كملته وسويته طبخات. لان هو يموع فحطيته هواية بتشيس على قدنا احنا. يعني انت بيت مثلا اكو ذني 3 اكياس، البيت واحد، اكو كيسين يكفي البيت واحد، انا لا اخذ كيس يكفيني بس. يعني مال يومين اظل بيه وها هي، وبعدين نعود كم يوم ونشتيه ونسوي الكيس الثاني. والله يعطيهم العافية ذولا اللي دزونا اياه، يعني اصدقاء زوجي عندهم مزرعة. والله هو والرارنج الله يجنن حوشهم. وهنا أنا سويت شنو الشبنت. هنا أنا قامت تعط الريحة مال الشبنت تخبل. وهنا أنا هم حطيته بكيس واحد وحيدة، يعني ما قسمته، لأن أنا من أريد أطلع فص على قد الطبخات. وبعدين انتو شنو تحطون بنات؟ مثلا تحطون كرات، تحطون حلبة، تحطون قالب كيفكم. وبعد هاي وقت يومكم. هسه هنا ثاني يوم تشوفون حتى بدلت. هنا دنيا العصر كملت كل شغلي، وهنا حاليا جاي تمطر. وهنا طقيت لكم بشعر. شلون الشعر الله عليكم مو عالجرح. فما ادري بروح طقيت الشعر طق. هسه شنو هنا بالبداية سويت لي هذا، عندي هذا كبير وذاك صغير، فمحيرة وين اوديه. مرات يصيرن خشن للسلطة، وزوجي بعدين جاب لي اخضر، ذاك للسلطة هذا مو للسلطة. قلت خلي اقطعه واحطه بالطرشي. طيب نحبه لهنا نقرطها. هسه شنو نسوي؟ خل اسوي هذا احبه الاحمر شونذر عكس ذاك الابيض. فدائما هذا الاحمر شونذر علاج كلش احبه، لان اني بي نقص مثلا فقر دم، بي نقص حديد، ويوقع شعري، وكلش مشاكل بالجسم كلش هواية. فاللي يعالجه هو هذا، لا علاجات ولا شيء، يقوي يعطيك مقويات. فايش راح اسوي؟ راح اطلع نص للطرشي ونص اسلقه، واحط عليه ملح واعصر عليه رارنج او نومي. يجنن صراحة. اسوي لي بادية وحدي واكلها. بس شو لازم تسلقيه مو قوي وتاكليه، فالطيب بنات وينوكل بارد. بس هالمرة والله اباوع شلون المضرب ابيض واحمر، واكو من سلكته صار برتقالي ما اعرف ليش. المهم فهو كلش احبه، مريح للعين وطيب. هسه اني مسوية اللهانة وراح اسوي الشونذر، وبعدين اسوي لي فدراسين من الشلغم. اول مرة راح اسوي طرشي، ما اعرف اشوف شلون يطلع وياي، طيب مو طيب. لازم اسوي طرشي احمر، واكثر شيء اسوي وزوجي يحبه هو الشونذر، مع انه نحبه جاب لي بس قليل يعني من عنده. وهذا الشلغم كومة عندي منه، بس الشونذر قليل. واللهانين ترست الثلاجة. والقرنابيط هم من ترست الثلاجة. القرنابيط والله شنو نسوي حميسة بالليل. اعطيكم افكار للعشاء. تجيبين قرنابيط تقطعيه وتسلقيه
هو بالطاوة نفسه، حطي نص قلاص مي وتحطيه على البخار ينسلق، حطي عليه لحم مثروم، طماطة وحمصي. اكو ناس تسوي مع قرنبيط وفوقها بيض. والله انا مرتين سويت لهم حميسة مخلمة مال القرنبيط تجنن صارت. ودا تشوفون هذا لو يمي حسوني، طبعا كلهم بالمدرسة بس هو يمي مكملة شغلي وجاي تمطر، مطر كلش حلو، والدنيا ثلجت وباردة وأجواء كلش حلوة، فأقعد أسوي طرشي والله وعاجبني، بس أنزل الصوب بس زوجي ما يقبل ما يحبها، يعني هو بالبيت لابس صيفي. هنا نشوفوا بنات هذا قطعته وطوال بهذا الشكل على مود كله سويه مساوي بنات، على مود من يستوي، لا وحدة قوية ولا وحدة ما يعصر، عمود يستوي سوا. واني وجاية اسوي طرشي العفو دا اقطع بذني الشغلات افكر شنو اسوي عشاء، وقمت طلعت بس الدجاج، بس لحد الان ما اعرف شنو ولا عشاء، بس طلعته على مود يحل لان كلش صاكي. والله عاد قمت سلقت هذا الاحمر الشوينذر وكملت الباقي. اما الباقي سويت بنات، طلعت لي فد حبتين من الشوينذر وحبتين من الشلغم، سويتهن سوا وسلقتهن سوا نص ستاو سلقتهن، يعني مو كلش لان انا ما احب الطرشي يقرط كلش، هيجي قليل يعني نسلقه بيه 10 دقايق وطلعيه. هو والمي على مود المي الاحمر يصير بالشلغام يعطي لون كلش حلو. وحطيت اللهانة حطيتها جوا بالحافظة وحطيت فوقها الباقي، ورشيت رشة ملح لان انا ما اعرف بنات بعد شو يضيفون قولولي بالتعليقات. والطرش الاحمر لحد الان راح اراويكم طريقتي شلون سويتها. هسه راح اطلع اليه بس اسلقه ورش له ملح على مود هذا اطلعه واكله، يعني من مرات اشتهيه، يعني تعصرين عليه رارنجة نومي وتاكلي فالطيب يعني مو طرشي. وبس حطيت له مي وحطيته غسلته وحطيت له مي وحطيته على النار. وبهاي اللحظة شو راح اسوي؟ بقيت اني من هذا الاحمر الشوندر نص، وراح اسوي على قده هم من هذا الشلغم هم بهذا الشكل شو ما سويته. وها هي اكو ناس تضيف مثلا شو يضيفون كيفكم، ضيفوا جزر، تضيفون قرنابيط، هاي بقت يمكم. والله دا اسوي حام الشلغم بس سلق ما عندي، ومرات دا اسوي هم بالدبس بس ماكو تشجيع، ما حد ياكله بالبيت بس ثاني. هنا كملت. تعالوا هذا هنا غسلته، شوفوا طرش يعني كلش قليل، يعني بيها ندبه يعني تكفينا. وانا عندي فلفل مسلوق بالخال، وعندي ذاك سلقته وحد يسرى لكم اياه. هنا عندي غسلته وذبيت ميه بس احط له مي واحطه على النار ينسلق شويه على النص لان كلش قوي، وعلى مود الاحمر يتلابس ويا الابيض. وبعدين احط عليهم اللهانه. هاي اللهانه سويت هنا هاي خشنه واريد اسويها سلطه للعشاء، فحطيت عليها ملح وهيك يعني لابستها العفو على مود تذبل وتصير طريه شويه تذبل. راح اعيفها وبعدين اغسلها واوخر المي مالتها وتبقى هي ملوحتها كلش طيبه، وتحطين عليها خاشوقتين من الروبه وشويه اذا تردين راشي وعصري عليها نومي تصير تجنن مثل ما المطاعم. هنا أنا سويت كنتاكي. تعالوا نسوي كنتاكي. قطعت الصدر وأخذت شوية من الفخذ وأخذت شوية
من الجناحات. حطيت شنو خاشقتين طحين أو 3، نكهة الدجاج، فلفل أسود، بابريكا، باودر ثوم باودر العفو، وملح. وها هي. تعالوا نسوي ريزو بالتمن العنبر. أنا كانت يعني بدي أسوي شنو كنتاكي بس زوجي ريزو. هنا أنا حطيت زيت وقرنفل ودارسين، وحطيت هنا بصل باودر تشوفون بس شلون مفصص. قوموا شو سويته، وحطيت باودر ثوم وبصل همينه، لأن اكو ناس يثرمون بصل فريش ويحمسوه بس انا ما حطيت. واذا تردين حطي صبغ اللوزينة على مود الصفار، بس انا حطيت كركم لو كاري اصفر. وتم انا مسويته وحطيت له مي وحطيت ملح وها هي وطبقته. هنا ايش راح اسوي طريقة ثانية. انت هناك حطيت ذاك لبسته العفو بالتتبيلة وعفته شوية. هنا نجيب الطحين، حطيت نكهة الدجاج وبابريكا وفلفل اسود وثوم باودر، وتحطين 3 خواشيق نشا وملح. ليش تحطون نشا؟ على مود تقسب، من تقسب ما راح يصير بيها لون بس تقرمش. شوفوا هنا أنا سلكته هذا مالتي اللي أحب قلت لكم عليه، سلكته وحطيت له ملح وعصرت عليه راس نومي خضر حامض، وحطيته بهاي الدبة، وأطلع شوي شوي أكله على مود يعالج لي الحديد، لأن أنا عندي نقص بالحديد ونقص فقر دم وشعري يوقع، فأريد شوية بركة يعالج لي شعري شوية شوية. المهم وذاك الطرشي شوفوا طلعته هو شوية دافي. هذا اللي أنا سويته راح أخليه بالفريز على مود ناكله. وهذا شوفوا الشلغام والشوندار، وحطيت لي جوا نص من اللهانة، لأن أنا أريدها تقرط ما لقيتها، وعلى مود يصير بيها لون. ورشيت رشة ملح وها هي. بس الحموضة شلون بنات قولولي. هسه رحت سويت لابسته بالطحين المواد، وشوف القرمشة مالته. مو تلابسيه بالطحين حيل حيل تضبي بإيدك ونفضيه، راح يصير شلون الحراشف وقلي هيك بهذا الشكل يصير. وأنا يعني الفخذ الجنح قليته يستوي، بس مو تقليه على نار عالية، على نار ناصعة، على مود ذن السوالف بين عظم يستوون على راحتهن. وأنا الجناح شيفته هو والفخذ، وهنا أنا عندي استوى التمن، وهذا الباقي سقليه كله. وخربت لك الطباخ من أسوي ريزو كله يخرب. طلعت أول وجبة وثاني وجبة بعدها. هنا أنا الأول وجبة صدور القطعين بهذا الشكل، وسويت فنجر، والسلطة ذيك صارت حطيت عليها قلت لكم روب وملح وعصرت ليمون. وهنا الصدور العفو قطعتهن مربعات وراح أحطهن عمود على الريزو. يعني بدل ما تشترين والله يمنا ما أعرف ب6 5 ويعطوك إياه بمعون كلش قليل، والله يعني يكفي نفر واحد، فسويه بالبيت أطيب وما يراد له شي. وتعلمي وهذا اليوتيوب يميج ما شاء الله هسه البرامج أشكال تعلم البنات. هسه تحطون هذا الدجاج عليه تفرفثوه. والله سويت لي ذاك الماعون شكوبر ايش قده يكفينا وزايد. والله الصراحة كل النسفوا بالعافية عليهم، كلش يحبون الريزو. وهسه هنا عندي هاي هنا كاتشب حار ويا مايونيز، وحطيته بهذا الشكل. هو خلاص بس راح احط بعد كاتشب فوقه حار، الحار شوية اطيب، لو هو مو حرورة قوية بس يعني طيب. والله هنا أنا صورت لكم عفت أهل الأنستا، طقيت لهم بس صور ونشرتها لهم قشورتهم بيهن يعني. وهنا زيتون، وطلعت هذا الشوندر اللي سويته بورد والسلطة، وسويت بعد كنتاكي وريزو وفنجر وبس. هو هذا كان عشانه. سهل مساهمكم ألف عافية. هذا فيديونا لليوم إن شاء الله عجبكم واستمتعتوا وقضيتوا وقت ممتع. ولهنا لازم أختم الفيديو وياكم. أهم شي لا تنسون اللايك والاشتراك، وشو نقول لكم مع ألف سلامة. باي باي.